يمنى محمد رزق من جديد، عايز يعمل عرضيه، مرت داخل ال 18، يغير اتجاهاته حلوه وهدف. تغيير اتجاه بشكل اكثر من رائع. سعد الدين سمير يتقدم في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع. عمل فنت كده، هو الجون اللي هي فنت اللي عمله، تغيير لف جسمه كده وخد المدافع، خلاه غير اتجاهه الناحيه الثانيه خالص وراح في اتجاه المرمى وعملها في الزاويه الضيقه. ادي تاني مع حضراتكم المحاوله والفنت اللي عمله بشكل رائع على محمد دبش، مره واثنين وثلاثه، مرت الكوره وادي سامح شوشه اللي كان معاه غير اتجاهه كده، يعني نزل شوشه على الارض وبقى في اتجاه المرمى بدوران كامل برشاقه كبيره. سعد الدين سمير يلعبها بالقدم اليسرى ويسجل هدف اللقاء لفريق النادي الاهلي حتى اللحظه مع نهايه الشوط الاول. سعد الدين سمير يتقدم النادي الاهلي في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع، يجعل الاهلي في المقدمه مع نهايه الشوط الاول. وادي صفاره كابتن محمد الصباحي حكم اللقاء ينهي الشوط الاول جيمس تيدي يلعب الكوره تخبط ترجع لتيدي تاني داخل منطقه ايهاب المصري وركله جزاء. ركله جزاء والضغط يولد الاخطاء، والاخطاء يجي منها مثل هذه الركلات الجزاء او الاهداف. ركله جزاء اعتراضات نجيب وعاشور، وركله الجزاء خد قراره محمد الصباحي. ايهاب المصري بياخدها لفريق بتروجيت. ادي اللعبه تاني في الاعاده. كلام كتير النهارده في استاد النيل والتدخل والمحاولات داخل المنطقه، انطلاقه جيمس تيدي مع ايهاب المصري وتدخل محمد نجيب مع المصري وسقوطه على الارض، والقرار من كابتن محمد الصباحي بركله جزاء. ركله جزاء لفريق بتروجيت المتاخر بهدف. بنلعب في الدقيقه 9 من زمن الشوط الثاني. هيلعب شيمس بيكلي، كان بينفذ ركلات الجزاء دي قبل كده سامح شوشه اللي بيلعب في قلب دفاع بتروجيت. شيمس بيكلي الاثيوبي على التنفيذ في مواجهه مع شريف اكرامي. نجح شريف اكرامي في التصدي الكرتين من شيمس بيكلي ده كانوا في منتهى الخطوره. هنشوف ركله الجزاء داخل بيكلي، داخل بيكلي وشريف اكرامي وترجع تاني البيكلي اللي بيكملها المتابعه تسكن الشباك ويسجل هدف التعادل. نجح في الاولى شريف اكرامي لكن ردت الكوره لبيكلي مره ثانيه اللي بيلعبها في المرمى ويسجل هدفه الخامس مع بتروجيت وهدف التعادل في هذا اللقاء في الدقيقه 9 من زمن الشوط الثاني. ادي ثاني مع حضراتكم بنتابع مع الزميله ايناس عثمان وزملاء الوحده العشر. بيكلي لعبها طار معاها اكرامي، ردت له ثاني، كان واقع لسه اكرام على الارض ومع ذلك قام حاول يلحق لكن الكوره كانت سريعه وتسكن الشباك ويسجل هدف التعادل. تعادل ايجابي 1-1. تعادل كان متوقع في ظل